أهلا بكم مستمعي في قناة قصص فريدة ستوريز. قصتنا اليوم بعنوان الأميرة الجميلة والراعي البسيط، وهي قصة حب خيالية تتحطم فيها حواجز الاجتماعية، وهي مشوقة ومثيرة. أتمنى أن تنال إعجابكم. أطفئوا النور، أنصتوا بقلوبكم. وكان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والنبي عليه الصلاة والسلام. في قديم الزمان وفي عالم بعيد، حيث تعانقت السحب البيضاء في سماء زرقاء صافية، وتراقصت أشعة الشمس على ضفاف نهر جار، عاشت أميرة جميلة تدعى ليلى. كانت ليلى تمتلك عينين تشع ببريق الأمل، وقلب ينبض بالشجاعة والحنان. تربت الأميرة ليلى في قصر فاخر، حيث تحيط بها الخدم والحراس، وكانت تعيش حياة محمية ومليئة بالترف. لكن وسط كل هذا الثراء والأمان، كانت ليلى تشعر بشيء غامض ينبض في داخلها. كانت تتشوق لمغامرات جديدة وعالم مختلف خارج أسوار القصر. كانت تحلم بمعرفة الحقيقة واكتشاف ما وراء الآفاق الذي لم تراه من قبل. قلبها الشجاع يناديها للخروج واستكشاف العالم المجهول. في إحدى الليالي الساحرة، عندما كان القمر يرقص في سماء مليئة بالنجوم، قررت ليلى أن تخوض رحلة خطيرة خارج القصر، تاركة وراءها كل ما تعرفه وكل من حولها. سارت بخفية وسط الظلام، متجهة نحو المجهول، مستعدة لمواجهة التحديات التي تنتظرها. وهكذا بدأت قصة ليلى تتشكل بعيدا عن أسوار القصر، حيث تنتظرها مغامرات مثيرة ولقاءات مصيرية. فهل ستجد ليلى ما تبحث عنه؟ وهل ستتمكن من التغلب على الصعاب واكتشاف الحقيقة؟ ترقبوا سلسلة من الأحداث المثيرة والمفاجآت في رحلة الأميرة ليلى المثيرة في عالم مليء بالغموض والإثارة. كانت الأميرة ليلى تشعر بالملل الشديد والاحتجاج الصامت تجاه حياتها المقيدة. كانت تتوق لمغامرات جديدة ولقاءات مثيرة تجريها بعيدا عن قيود القصر الملكي. وفي أحد الأيام، وخلال رحلتها إلى الريف المحيط بالقصر، صادفت ليلى راعيا وسيما يدعى عبد الله. عبد الله كان شابا بسيطا ومتواضعا، يعيش حياة بسيطة بين رعاية الأغنام والمروج الخضراء. كان لديه عيون بنية تعكس حكمة عميقة، وابتسامته طيبة تنم عن صفاء القلب. وبينما كان يرعى قطيعه الصغير، لمحت ليلى عبد الله راعي الأغنام، وقد لفت انتباهها جاذبيته وسحره الخاص. سرعان ما تطورت المشاعر في قلب الأميرة ليلى، حيث وجدت في عبد الله الراعي البسيط رفيقا حنونا وصديقا مخلصا. تعلقت ليلى بشخصيته الطيبة وتواضعه، وبدأت تزوره في الحقول باستمرار،
وفيما مر الوقت تحولت الصداقة إلى حب حقيقي، وأدركت الأميرة ليلى أن قلبها ينبض فقط لعبد الله. لكن كانت هناك مشكلة كبيرة تحول دون تحقيق حلمها. لقد علم الملك أبو الأميرة ليلى بمشاعر ابنته الحقيقية، وعندما سمع بعلاقتها براعي الأغنام غضب غضبا شديدا. رأى الملك في هذا الراعي البسيط تهديدا لسلطته وسمعته، وأراد أن يعاقب الراعي ويفصله عن ابنته إلى الأبد. ولكن عندما استدعي عبد الله إلى القصر ليحاكم، وضع الملك تحديات كبيرة أمامه. قرر أن يختبر حكمته وذكاءه قبل أن يصدر حكمه النهائي. وقد وعد نفسه إذا نجح عبد الله في تجاوز هذا الاختبار فإنه سيسمح له بالبقاء بجانب ابنته ويسمح لهما بالزواج. وبالفعل تم تجهيز قاعة المحكمة في القصر، حيث اجتمعت الحشود من النبلاء والمسؤولين لمتابعة القضية. وقف الراعي عبد الله في وسط القاعة يرتدي ثيابه البسيطة ويحمل عصاه التي كانت رفيقته المخلصة في رحلته لرعاية الأغنام. بدأت المحاكمة، وبدأ الملك يطرح ألغازا صعبة ومشكلات معقدة أمام الراعي عبد الله، ولكنه ببراعة وحكمة استطاع الراعي البسيط حلها جميعا. استخدم خياله الواسع ومعرفته العميقة بالحياة الريفية ليقدم إجابات تفوق توقعات الجميع. ومع كل إجابة صحيحة أصبحت الثقة في قدرات عبد الله تزداد وتتعاظم في قلب الملك وكل الموجودين. وفي النهاية، بعد أن أبهر عبد الله الملك وجميع الحاضرين بحكمته وذكائه، قرر الملك أن يمنحه مكافأة لا تقدر بثمن. أعلن الملك أنه يمنح يد ابنته لعبد الله للزواج، ليكونا رفيقين في الحياة وشركاء في الحكم. وبهذا القرار المفاجئ والسعيد للراعي انتصر الحب والعدل على العقبات والتحديات. ثم احتضنت الأميرة ليلى راعي الأغنام، واندمجت الأنهار والجبال في احتفال عالم بزواجهما. وعاشت ليلى وعبد الله حياة سعيدة ومليئة بالحب والسعادة، حيث تجاوزوا الاختلافات الاجتماعية ووجدوا السعادة الحقيقية في بعضهما البعض. وهكذا أنهت الأميرة ليلى وراعي الأغنام عبد الله قصتهما المثيرة، التي تعلمنا منها أن الحب لا يعرف حدودا ولا المستحيل، وأن الحكمة والذكاء يمكنهما تحقيق المستحيل وتغيير مجرى الأحداث. تبقى قصة حبهما خالدة في قلوبنا، تذكيرا بأن الحب قادر على تحقيق المعجزات في عالمنا الساحر. وتزينت حياة ليلى وعبد الله بالأطفال الذين جعلوها أكثر سعادة واكتمالا. كان لديهم أبناء رائعين يرثون جمال وحكمة والديهم. أصبحت الأسرة مركز حياتهم، وكانوا يقدرون قيمة الحب والوفاء والتضحية. وعاشت ليلى وعبد الله حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، وظلت قصة حبهما تشكل مصدر الإلهام والأمل للجميع من حولهم.
واستطاعوا بناء علاقة قوية مستدامة تعتمد على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل، وبذلوا جهودا مستمرة لتعزيز حبهما وتواصلهما. بعد سنوات من الزواج، وصلت ليلى وعبد الله إلى مرحلة يستمتعان فيها بالاستقرار والراحة. تمكنوا من تحقيق أحلامهما المشتركة والفردية، وعاشوا أياما هادئة ومليئة بالمحبة والسعادة. وهنا تنتهي قصتنا اليوم، وإلى لقاء جديد. لو أعجبتكم القصة اشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد.